ده طه علي، لعيب سويدي من أصل صومالي، عمره 26 سنة، بيلعب في نادي مالمو السويدي. جناح زي ما الكتاب قال، بيجيب أهداف بكل الطرق، مراوغ من الدرجة الأولى. قيمته التسويقية 1,200,000 يورو، يعني أقل تسويقيا من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، والراتب بتاعه أقل من الفئة الأولى في النادي الأهلي. طه أحرز مع مالمو 11 هدف وصنع 14 في 77 مباراة، ولعب ماتش واحد مع منتخب السويد. طه لاعب يقدر يفيد النادي الأهلي جدا، لأنه قادر على المراوغة تحت أي ظرف، وبيلعب جناح يمين وجناح شمال. برايتون الإنجليزي كان مهتم بالتعاقد معاه، كذلك إي سي ميلان الإيطالي، بس جابوا بدائل. وفي الوقت الحالي اللاعب مستمر مع مالمو السويدي، ومفيش أي عروض مقدمة ليه. مالمو كان اشتراه ب700 ألف يورو، وأعلن مدير النادي إن إدارة النادي هتتساهل في بيعه في حال وصول عرض قيمته تصل ل5 مليون يورو. واحد هيقول لي يعني أنت عاوز توصل لإيه في الآخر؟ إن الأهلي يروح يشتري اللاعب ويروح يدفع فيه المبلغ ده؟ هقول لك ده المفروض، بس أنا عارف إن الإدارة هتحجج بالسيولة الدولارية، وهنلعب في الآخر بكهربا ولا كأنك سمعت الفيديو، لأن الأهلي مش هيفكر في صفقات من النوع ده. بس الأهلي يقدر يروح يضم اللاعب، لأن العروض الأوروبية اللي كانت جاية له ما عادش فيه خلاص منها، والأندية اللي كانت مهتمة بيه ما عادش مهتمة عشان تجاب البدائل، ومالمو محتاج فلوس في أسرع وقت. عشان كده إدارة النادي الأهلي ممكن يكون طه بالنسبة لها حل مقنع جدا، وفكرة إن الولد لو وصل له أي عرض أوروبي بعد كده ممكن يتم التسهيل في بيعه بعد بطولة كأس العالم للأندية. وجهة نظري طه حل مهم جدا إنه يضمه الأهلي في الفترة المقبلة.